طبعا اغلب اللي متابعيني يا اخوان في الكيك او في الانستغرام او حتى في السناب عارفين انه انا جاني سترايك على اخر مقطع. جاني السترايك يدوي، حتى مو كوبي رايت او تكفير للمقطع بس، لا سترايك يضر القناه. طبعا بشكل سريع للي مو عارف وش هو السترايك، اذا جاك سترايكين على قناتك ما تجيك ارباح وما تقدر تبث في القناه، واذا جاتك 3 سترايكات ودع قناتك يا حبيبي، خلاص بتتقفل قناتك. فخلونا يا اخوان نتكلم عن السترايك اللي جاني وليش جاني وش سبب انه جاني، لانه بكل امانه انا ما اشوف اني غلط على الادمي اللي تكلمنا عنه باي شيء. انا اتكلم عن سالم، انا قاعد اقول له اذا كنت تسمع كلامي راجع نفسك والى اخره، لكن هو ما عجبه الكلام. وهذا الشيء خلاني افكر والله يا اخوان، هل هو اعطاني السترايك عشان انه ما يبغى احد يعرف بالاشياء اللي يسويها، او انه اعطاني سترايك لانه الادمي يبغى يغير محتواه او انه يبغى يتعدل؟ وهذا الشيء اللي انا رحت اتاكد منه. رحت لحساب التيك توك حقه، حاولت اني اتواصل معه على الخاص عنده مقفل، واكتشفت انه ما شال المقاطع حقته زي ما هي موجوده. وهذا الشيء خلاني احذف الاحتمال الثاني انه هو يبغى يعدل من اغلاطه مثلا، او يبغى يشيل المقاطع وما يبغاها تنتشر والى اخره. وعشان اكون معاكم صريح، الشيء هذا ضايقني مره. انا اللي متابعني من زمان يعرف اني انا دائما اعاني مع الاسترايكات، تجيني سترايكات رايح جاي، وقناتي اكثر من مره كانت بتتقفل. فبعد المده الطويله هذه يرجع يجيني سترايك على مقطع ما في اي شيء غلط. هنا الموضوع مره يزعل الحقيقه. وايوه صح، بالمناسبه المقطع نزلته في قناتي الاحتياطيه، راح احط لكم الرابط في الديسكربشن. واذا سالم اعطيتني سترايك يعني برضه في قناتي الاحتياطيه راح احطه في التليجرام. انت للاسف كونت نفسك عدو من ولا شيء حرفيا. كان يمديك تجيني خاص زي اي واحد قد تكلمت عنه قبل ونحل الموضوع واشيل المقطع وانتهينا، لكن انت بغيت لي الضرر فتحمل اللي يجيك. اول شيء تاكدت منه يا اخوان انه سالم هو نفسه سالم فالح، ترى اللي مسوي الكتب هذيك. مو انا قلت لكم بالمقطع اللي فات انه ترى احيانا يقول اوه هذا استاذي وكاتب القدير، ومرات يقول انا اللي كاتبها. لا، هو فعلا هو اللي كاتبها. وما ننسى الجمله اللي كان كاتبها في الكتاب، رجل امرد اجمل من جميع النساء، واللي هي جمله حرفيا تخليك تقول واو 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 هدي وش قاعد تقول انت. ولا اللي ما يعرف وش يعني امرد، هو بكل اختصار الشاب الذي خلا وجهه من الشعر ويحرم النظر اليه بشهوه اجماعا. ولكن الجمله اللي شفناها في كتاب سالم كان يصف الشاب الامرد انه اجمل من جميع النساء. وبالمناسبه ترى اسم كتابه الجهه الموعوده مو الجنه الموعوده، لان شفت ناس في الكومنتات كانوا يرجعوا له. ترجعون على ايش يا اخوان؟ الادمي حتى يوم انه جاي يبغى ينصح ما فلح بالنصائح. خلونا ناخذ احد المواضيع اللي قاعد اتكلم عنها واللي تعتبر من اشهر المواضيع، وانا اتكلم انها من اشهر المواضيع، انا ما اقصد عنده، لا انا اقصد بشكل عام. الكل قاعد يتكلم عن المواضيع هذه، سواء كانوا شيوخ، اخصائيين نفسيين، او حتى صناع محتوى، واللي هو موضوع العاده السريه. كثير من الناس عندهم مشاكل مع الشيء هذا او الادمان هذا، فيبحثون عن حلول، والحلول اللي يلقونها طبيعي راح تكون من صناع محتوى او من شيوخ وعلماء. وخلونا ناخذ احد صناع المحتوى كمثال يعني، واللي هو شادو. وشادو في المقطع حقه كان ينصح عن الشيء هذا ويحذر ويعطي حتى حلول. واطريت شوي عن هذا الموضوع، فانت حاول قد ما تقدر اشغل اوقات فراغك، لان يا جماعه الخير الفراغ يقتلك. يا اخي حاول ما تكون فارغ، سوي اي شيء بس لا تصير فارغ. واهم شيء صلي الصلوات على وقتها، لان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر. ولكن على الجهه الاخرى سالم ما كان يعطي حلول الا حل واحد، واللي هو انك لازم تتزوج، ويزرع فكره انه ترى انت ما راح تبطل العاده هذه الا اذا تزوجت. اخوتي الكرام، العاده السريه حلها فقط شيء واحد، وهو الزواج. اوكي، بعيدا عن كل حاجه، سلومي حبيبي صوره ساسكي وناروتو هذه ما قد صارت في اي مكان ترى، والفان ارت اللي مسويها يلمح لحاجه ما هي كويسه، يمكن انت ما انت داري، ولكن هذا تلميح لحاجه قذره لها علاقه بالشذوذ والعياذ بالله. ايوه اسلم يا سلومي، وش كنت قاعد تقول؟ وش الحل؟ غير كذا ما لها حل. لماذا؟ لأن هذه طبيعة زرعها الله في جميع البشر، اللي هي الشهوة. فالرجل لديه شهوة والمرأة لديه شهوة، ويقضون هذه الشهوة بالزواج. لكن بدون زواج ريح نفسك، لا يوجد أي حل آخر. البعض يقول روح نادي واكبت شهوتك. سلامات. ليه سلامات؟ بالعكس كلام صحيح ذا. فعليا روحتك للنادي تساعد كثيرا من انك تقعد فاضي ما عندك اي شغلة. ولكن اوكي، يمكن عنده يعني مبرر آخر، خلنا نشوف. تحارب طبيعة غريزية داخلك، هذه الله عز وجل خلقها فيك الشهوة عشان الرجل يتزوج المرأة وينجبون أبناء ويكونون أسرة. فكيف تحاربها؟ فمهما سويت والله يعني نهايتك يعني مزرية صراحة. يعني بعضهم يقول روح النادي عشان تقوى، من ذا الكلام يروح النادي علشان يقوى ويعضل، في النهاية تزيد الموية عنده يروح يفضيها. حرفيا كأنه الرياكشن ذاك وراك يا ابن الحلال، خلي الناس تاخذ راحتها بس بفيديو. ايش تبغى توصل له يا سالم؟ هذه مشكلة كبيرة بين الشباب، وكثير من الناس يعانون منها. تيجي تحطمهم بالطريقة هذه وتقول لا ما في حل إلا الزواج، وحتى لو رحت نادي ترى بتصير عندك مشكلة، بيصير عندك احتباس سوائل وبتروح تفضي السوائل. مين قال لك الكلام ذا؟ انت لا انت شيخ ولا انت مطوع ولا عندك العلم الكافي
باقي، سواء رياضيا علميا فقهيا، ما عندك سالفة. وأذكركم ونفسي وأذكر سالم برضو بحديث الرسول عليه الصلاة والسلام: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. وحديث الرسول عليه الصلاة والسلام جدا واضح، ما قال لك والله روح يمكن تتعبى فيك موية زي ما قال يعني يا أستاذ سالم، لا، الرسول عليه الصلاة والسلام نصحنا بالصوم. ولكن المشكلة الكبيرة هنا هي في التعليقات اللي كان يرد عليها سالم. واحد رد على كلام سالم وكان ينصحه انه لا يا حبيبي، ترى تحصين النفس ومجاهدتها يعتبر واحد من الحلول، حتى وانه اعطاه آية قرآنية. سالم ما عجبه الكلام، قال له تؤجر ولكن ليست الحل، خلنا من الكلام العاطفي. النصوص الشرعية اثبتت ان لا حل الا بالزواج، لكن صحيح تؤجر على المجاهدة. وكان اللي كتب الكومنت يعني ما اعطاه يعني بالادلة الشرعية ولا اي حاجة، صامل مرة على كلامه. ولكن الموضوع مو هنا، في واحد ثاني كتب له كومنت قال له انا واصل لمرحلة اي شخص اشوفه حتى لو شايب والعياذ بالله ابغى حل غير الزواج يا استاذ سالم لاني لسه باول ثانوي. وكان الرد من الاستاذ سالم: ابحث عن صديق محترم وعيش حياتك معه من الصباح الى الليل، خله يملأ الجفاف العاطفي اللي عندك، للاسف ما في حل الا الزواج. هذه كيف فهمني، كيف ابحث لي عن صديق اعيش حياتي معاه من النهار الى الليل يملي الجفاف العاطفي اللي عندي؟ هذه الحالة يبغى لها تفسير وتوضيح. ولكن الظاهر انه سالم فاهم شيء ثاني غير عن الجفاف العاطفي، ما هو داري وش هو الجفاف العاطفي اساسا. على العموم رد عليه نفس الشخص قال له: حل جميل يا استاذ سالم، لكن هناك صديق لي عنده جفاف كبير دائما احضنه لكن نادر ما اقابله، وايضا هو يكره الحضن نوعا ما، وهذا شيء مؤسف. ماذا عنك؟ ماذا تفعل لتكبح يا ربي. اقسم بالله يا اخوان المعنى الحرفي للطيور على اشكالها تقع. ولكن على فكرة ترى سالم رد عليه واعطاه جواب انه وش يسوي عشان يكبح نفسه، وجواب سالم كان: لا اكبحها بتاتا، الكبح مؤلم جدا. يا عيني عليك يا سالم، يا سلام عليك يا سالم، وراه ابن الحلال، خل الناس ما تكبحها. ورجع رد عليه نفس الشخص قال له: طيب كم مرة بالاسبوع؟ قال له: الين يختفي. الى هنا والمفروض خلاص حتى اللي يدافعون عنه يفكونه من البزرنة حقتهم، لانه الموضوع صار سلطة هنا على الماشي. يعني عيني عينك خذني جيتك، وبتجي تقول لي يا اخي ترى المقطع قبل سنة، ايه من سنة الى الان وسوالفه وقاعد يبين للناس انه شيء عادي، وترى لا تكبحون نفسكم، ترى الكبح مؤلم. وانا الصراحه بعد هذا كله تبين لي ليش انه سالم اعطاني سترايك، مو لاني ماني شاب متوسط الطول والحجم وعيوني زرقاء واشقر وابيض، لا، سالم ما يبغى احد يلاحظه، يبغى يستمر بالكلام اللي يقوله بشكل عادي بدون ما احد يتكلم عليه او ينقد عليه، مع اني انا نصحته لوجه الله وقلت له: يا سالم راجع نفسك. ولكن للاسف سالم باقي مكابر على الغلط ومكابر على الشيء اللي يسويه، فيتحمل اللي يجيه. وان كانكم تبغون نصيحه لكم انتم يا اخوان، لا تخدعكم المظاهر، الشكل اللي تشوفه قدامك اعتبره سكن يعني، وعاد اللي بيبو بالإشارة يفهموا. يا رب ما يعطيني سترايك. لايك واشتراك وانشروا مقطع في كل مكان يا اخوان، وتابعوني على الانستغرام والسناب، انا دائما موجود هناك. وبرضو على الكيك ترى نبث كل يوم، نقعد نسولف وناخذ ونعطي، وحتى الكومنتات نقراها في البثوث، فحياكم. وقولوا لي رايكم بالسالفه اللي صارت، لانه موضوع الاسترايك اقسم بالله يا اخوان شيء جدا يقهر ويضغط، فابغى اشوف ارائكم في الكومنتات. وبس نشوفكم على خير ان شاء الله، استلويكم.